حاسس بتعب ودوخة رغم إنك شربت النهاردة بتاع 3 4 قهوة. ممكن تكون كل اللي محتاجه مش كافيين، ممكن تكون اللي انت محتاجه فعلا هو الالكترولايتس. ايه هي الالكترولايتس دي يا صديقي؟ الالكترولايتس دي هي المعادن الكهربائية اللي بتشغل جسمنا كله، وهم حوالي 4 معادن: الصوديوم والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم. طبعا الصوديوم كلنا بناخده من الملح، والكالسيوم كلنا بناخده من منتجات الألبان. المشكلة الكبيرة كلها يا صديقي في المغنيسيوم والبوتاسيوم. ليه؟ لأن احنا المفروض بناخدهم من وجبات معينة زي الخضار والفاكهة، ما بقيناش بناكلهم كتير قوي، وفي نفس الوقت جسمنا بيستهلكهم بطريقة كبيرة جدا، فبيبقى في خلل في المدخلات والمخرجات. هنلاقي مثلا على مدار اليوم إن معظمنا بيشرب شاي وقهوة كتير، ودي من مضرات البول. فبالتالي كل ما انت شربت شاي وقهوة كتير ودخلت الحمام كتير، كل ما جسمك فقد مغنيسيوم وبوتاسيوم بطريقة عالية جدا. ايه اعراض نقص الالكترولايتس؟ اعراض نقص الالكترولايتس: الصداع، قلة التركيز، تشنجات عضلية، ضربات قلب سريعة. كل دي حاجات ممكن تحصل لك وانت مش فاهم ليه، وهي ببساطة نقص في الالكترولايتس. نقدر ناخد الالكترولايتس ازاي بشكل طبيعي؟ كوباية مية وعليهم شوية ملح او نص ليمونة، دي ممكن تساعد جسمك ان هو يركز تاني او يقلل من القلق والتوتر في جسمك. لو عايز تعرف ازاي نقدر نعوض فقدان الالكترولايتس ده، تابعنا في الفيديوهات الجاية.